هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية أو القرص المبسوسة الفلاحي. حاجة كده اللهم بارك، ريحتها تجيب آخر الدنيا، كمان طعمها في منتهى الجمال. والله العظيم كمان مرة كانت بتدوب في البق، طرية وفي نفس الوقت كده رقيقة كده، والحشوة كمان ملياها. لو انت عايزاها بالحشوة أو بتحبيها سادة، أنا عاملة سادة وعاملة بالحشوة. هقولك ازاي الحشوه تطلع معاكي مظبوطه، عمرها ما تنشف منك ابدا، اللي هي العجوه يعني. إيه، هقولك على تركات حلوه قوي. كمان القرص لو بتفشل منك او بتطلع مش حلوه او ما بتطلعش هشه، او لو انت عايزاها هشه زي بتاعه الافران اللي هي بتبقى عاليه قوي دي، هقولك تعمليها ازاي. ولو انت عايزاها رقيقه زي ما انا بحبها كده رقيقه جدا، واللي متابعني من زمان عارف ان انا بحبها كده تكون رقيقه كده، بتبقى طعمها جميل جدا. كمان ما بتقفش كده في الزور كده وتقعد تلوك كده في البق زي ما بيقولوا، لا ده كمان بقولك دايبه، يعني بتحطيها في بقك كده بتحس ان هي بتدوب في البق. حاجه كده في منتهى الجمال، اللهم بارك. حاجه تحفه والله، هتعجبكم جدا. امشوا على نفس التركات اللي انا هعملها لكم دلوقتي في الفيديو. بجد هتعجبكم جدا. ما شاء الله الكميه كانت كبيره جدا، وكل ده من كيلو دقيق. هقولك مقادير الكيلو، وهقولك كمان مقادير النص كيلو اللي عايزه تعمل نص كيلو دقيق. بس قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، يا ريت ما تنسوش تضغطوا اللايك، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه للي ما اشتركش في القناه. ودي بقى كان عشاء كده جميل في منتهى الجمال. لو عايزه عشاء بقى خفيف او سريع، تعمليها كده وتخزنها في الفريزر كل 4 5 كده في كيس، او على حسب ما انتي الكميه يعني، او الافراد الموجودين عندك. بتطلعيها كده تفك شويه، بتاكليها بتبقى في منتهى الجمال، مع بقى كوبايه شاي كده او كوبايه شاي بحليب. حاجه كده في منتهى الجمال، او الفطار مش لازم العشاء، تحفه جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش الاشتراك في الفيديو. تعالوا ندخل على محتوى الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. كان معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين كبار كده من السمسم، على معلقه سمنه بلدي كده. الاول حورته كده على النار، سخنته كده في السمنه البلدي كويس جدا، يعني حمصت السمسم كده وضفته على الدقيق. تعالوا بقى ما نقول على التركايه اللي هتخلي القرص دايبه دوب كده زي ما بيقولوا. كيلو دقيق هياخد معايا كوبايتين من السمنه وكوبايه وربع كوبايه كده من الزيت. كوبايتين من السمنة وربع كوباية من الزيت. ولو كل ما السمنة تبقى ريحتها حلوة او زي ما بيقولوا كده يعني جودتها حلوة، بتطلع معاك القرص جميلة وريحتها حلوة قوي قوي. ممكن بقى تحطي كوباية سمنة بلدي على كوباية سمنة من اللي هي الصناعي، او تحطي كوبايتين سمنة بلدي وربع زيت براحتك خالص. والزيت يا ريت يكون ريحته حلوة مش له ريحة، علشان تطلع معاكي حلوة كده، واللقمة كده ريحتها حلوة، وكمان نفسها حلو. تمام. هبدأ الأول. طبعا أنا الأول ما كانش عندي عجان، ومش لازم يكون عجان ولا حاجة، بس عشان هو متوفر الحمد لله، وأنا إيديا بتوجعني فاستخدمت العجان. هتعملي نفس الخطوات كده في على الإيد. لو ما عندكيش عجان، هتجيبي طبق وهتحط فيه الحاجة اللي أنا حطيتها في الأول دوت، وهتبسهم كويس جدا. شوفوا اتعجنوا كده، أنا ما حطيتش لسه أي مادة سايلة. بعد ما بسيتهم وكل الدقيق اختفى كده وعجنته كويس كده، هبدأ بقى ان انا اضيف 4 معالق كده من السكر. وما تخافيش مش هتبقى مسكرة خالص، بالعكس هتظبط العجينة جدا حتى لو انت مش هتحشيها. كمان هحط حوالي ربع معلقة من الملح، وحطيت حوالي معلقة كبيرة مليانة كده من الخميرة او كيس من الخميرة. كمان معلقة كوباية من الزبادي. الزبادي بتدي لها طراوة كده وطعم مش عايزة اقول لكم. حجم العلبة ديت او الكوباية بتاعت الزبادي ديت كانت 105 جرام. واحط كمان، هبدأ بقى ان انا اعجنهم، واحط كمان في الاول كده كوباية من اللبن الدافي. طبعا دي الدقيقة ما كنتش حطيت اللي هي اسفة الملح تقريبا. طبعا كوباية الدقيق دو انا هحطها بالتدريج وابدأ اعجن. على فكرة الدقيق كله مش زي بعضه. طب انا استخدمت ايه؟ استخدمت دقيق متعدد الاغراض ومش له ماركة. انا جبته كده من عند العطار. قلت له انا عايزه دقيق متعدد الاغراض او دقيق مع مخبوزات، فهو اداني كيلو الدقيق دوت. فانا مش هقول لكم يعني ان انا جايبه ماركه ومش عارفه ماركه ايه، لا خالص والله، وكانت حلوه جدا جدا. طبعا بعملها كده على ايدي، بصوا لقيتها مفتحه كده ومفروله كده لسه، يبقى هي كده لسه عايزه لبن تاني. المهم هي خدت مني حوالي كوبايه وربع من اللبن. بس انا زي ما قلت لك الدقيق مش زي بعضه، فانت تضيفي اول كوبايه مع كوبايه الزبادي بعد كده بالتدريج. دي المقادير الكيلو. طبعا مقادير النص كيلو بقى هتنصصي كل الكميه ديت ان شاء الله. ربنا يذكرني هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف هيتك على عنوان الفيديو، هيدخلكم لصندوق الوصف ان شاء الله. هكتب لكم المقادير.
غطيتها كده بكيس حلواني كده، بكيس اسفه كيس بلاستيك اللي هو كيس سندوتشات دوت، او استرتش راب الموجود عندك. مش هسيبها تخمر، انا هسيبها حوالي ربع ساعه بس كده عما احضر الحشوه بتاعتي بس ترتاح، علشان لما اجي اشكلها تتشكل معايا بكل سهوله. انا كانت معايا العجوه ما شاء الله طريه وجميله جدا. ده كان نص كيلو من العجوه، حطيت عليه كده معلقه كبيره من السمنه البلدي، وكمان سبت حوالي كده نص معلقه كده من السمسم المحمص، يعني في نفس الطاسه كده، وعجنتهم بايديا كويس جدا. وهبدا ان انا اجهزهم، هقطعها بقى كده كور صغيره كده قد الليمونه الصغيره كده، علشان خاطر تبقى جاهزه معايا على طول، وحشه على طول. وكمان يكون العجينه ارتاحت معايا شويه. طب لو كانت العجوه ديت ناشفه معاكي خالص، مش طريه زي ما هي طريه معايا كده وجايباها لقيتها ناشفه، حطيها في حله كده وحط عليها قد ربع كوبايه من الميه ومعلقه من السمنه البلدي، وغطي عليها كويس خالص، وهدي النار جدا وابداي كل شويه قلبي فيها، هتفك معاك وهتبقى طريه جدا. اهم حاجه معلقه السمنه البلدي اللي في قلب العجوه ديت، هتخلي ريحتها حلوه، وهتخلي كمان العجوه دايبه فيها كده ومش محجره، وكمان عامله طريه كده زي الملبن بالظبط زي ما بيقولوا. ولو تلاحظوا ما شاء الله العجينه معايا طريه عامله زي الملبن، بجد تحفه تحفه تحفه. طبعا انت لو عايزاها زي ما قلت لك تخينه قبل كده، يعني اللي هي بتبقى هشه قوي ومنفوخه ديا، ما بتبططهاش قوي كده زي ما انا مبططاها كده. وخلي بالك برضو من نوع الخميره بيفرق، عشان والله اعلم انا حسيت ان الخميره ديت معايا كانت عندي بقالها فتره، فحسيت ان هي مش شغاله يعني. بعد ما انا سبتها تخمر حوالي ساعه ونص كده ولا حاجه، حسيت ان هي برضو مش الخميره مش شغاله، ومع ذلك كانت بتدوب في البق دوبان كده، وكانت في منتهى الجمال. ما حبيتش اطول عليك وقت الفيديو، انا عملت كل الكميه ما شاء الله، ادتني كميه كبيره جدا ما شاء الله. الكيلو كان مبروك قوي. ده صاج 60 في 40 وصاج 40 في 60، وكمان صينيتين ما شاء الله كبار برضو حلوين. طبعا انا مولعه في التوقيت دوت الفرن على درجه حراره 180 درجه، يسخن الاول، وبعد ما سخن حطيت فيه اول صاج. طبعا انا كنت سبته حوالي ساعه ونص يخمر كده او يرفع زي ما بيقولوا. طبعا لو خميره معاكي شغاله هينفخ اكتر من كده، تمام. بس لازم الاول تختبري الخميره في شويه سكر وشويه ميه دافيين كده، وتدوبي فيهم الخميره وتسيبهم 10 دقايق على جنب. لو عملت فقاقيع كده وعليت كده اعرفي ان الخميره بتاعتك شغاله وتمام. لو فضلت زي ما هي في الكوبايه اعرفي ان الخميره مش شغاله وما تعملهاش، تمام. هحط بقى، ابدا احط اول صاج بقى معايا، واول ما ياخد لون من تحت هبدا افتح الشوايه من فوق بالراحه كده ياخد لون من فوق. وانا كنت خلصت كل الكميه هيت بقى، وعايزه اقول لكم احنا كنا ساعتها الساعه 12 ونص بالليل. اه والله. فطبعا انا كنت شغاله فيها من حوالي الساعه 9. ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم بصوا دايبه دايبه بجد. انا عايزه اقول لكم والله العظيم دايبه دوب، بحطها في البق كده بتدوب في البق، ما بتوقفش في البق وما بتوقفش في الزور، ما بتلحقيش تشربي شويه الشاي تلاقيها دابت ما شاء الله. حاجه كده في منتهى الجمال. بص شكلها عامل ازاي، والحشوه كده ملياها. لا بجد حلوه قوي قوي قوي. جربوا القرص المبسوسه بالسمنه البلدي ديت، او بالسمنه نص بلدي على نص صناعي زي ما قلت لكم. بجد حلوه قوي وهتعجبكم جدا، بس امشوا على نفس الخطوات والتركات اللي قلت لكم عليها، هتاكلوا احلى قرص بجد ملهاش حل. حلوه قوي، جربوها. ويا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا دعوه حلوه ولكم بالمثل. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل بتاعكم اللي بيشجعني وبيفرحني وبيرفع الفيديوهات، علشان كله يستفاد من الفيديو. دول الشويه اللي كانوا معمولين من غير عجوه خالص، تعملوهم كده تحط عليهم جبنه بقى من فوق. اللي بيحبش العجوه يحط بقى جبنه كده من فوق وياكل بقى كده قرص بالجبنه، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. النص كيلو عجوه ما شاء الله عمل لي يعتبر 3/4 القرص، او اكتر من 3/4 القرص عجوه، وفات كام قرصه كده يعني صاج كده عملته ساده، علشان اللي ما بيحبش العجوه او ما بيحبش القرص المحشيه. طبعا انا عملت بقى لنفسي كده فنجان شاي، ومش هاخد الكميه دي كلها دي عشان بس التصوير. انا كنت عامله شاي تاني ليا انا وجوزي بقى والولاد بقى، وكل واحد ياكل له قرصه قرصتين كده ما شاء الله، وهي سخنه. انا عايزه اقول لكم خرافه، طعمها حلو قوي. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.